السلام عليكم. القرنفل برعم ديال واحد الزهره اللي كينشف وكيولي بحال المسمار الصغير، كيستعملوه الناس من زمان في الطبخ والعلاج. فيه ريحه قويه وطعم شويه حار، ولكن راه كنز صحي ماشي سهل. فيه ماده الاوجينول كتقتل الميكروبات وكتخفف الالام، وكاين فيه مضادات الاكسده وفيتامينات ومعادن بحال الكالسيوم والحليب والمغنيسيوم. فوائده: اول حاجه كيعالج الالم ديال الاسنان، غير نديرو حبه فوق السن ونشوفوا كيفاش كيخضر الالم. ثاني حاجه راه مفيد بزاف للمعده وكينقص الانتفاخ والحموضه وكيعاونك تهضم مزيان. وكثالث حاجه كيعزز المناعه ديالك وكيعاونك تبقى نشيط وما تمرضش بسهوله، وعنده عده فوائد اخرى، ومنها ايضا كيزيد في القدره الجنسيه عند الرجال، وهذه معروفه في الطب الاعشاب، وكيساعد على ترطيب الحلق ومحاربه الكحه، وكيخلي النفس ديالك ديما زوين الا مضغتيه. عنده عده استعمالات. نقدروا ناخذوا 3 الحبات نديروهم في واحد الكاس ونخليهم واحد الساعه وتشرب داك الماء قبل ما تنعس، ولا تغليه مع الماء وتشربوا دافي، راه مزيان للصحه. وحتى الزيت ديالو كيدهنوا به الاسنان ولا البشره، ولكن خاصو يتخلط مع زيت اخر. ودائما نردوا البال ما نكثروش منه، راه الا كثرتي منه كضر الكبد. والحامل بطبيعه الحال خاصها تستشر الطبيب ديالها قبل ما تستعمله. والزيت ممنوع للدراري الصغار. كخلاصه القول، القرنفل راه بسيط في الشكل ولكن فعال بزاف، واللي داوم عليه باعتدال غادي يحس بالفرق في صحته.